السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة يا رب. ان شاء الله هعمل معاكم البانيه وبطريقة المطاعم. بجد هتندموا لو ما جربتوش الطريقة. البانيه هيبقى ذهبي وطعمه حلو جدا. متنسوش بقى لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي. طبعا المفروض ان انا غسلة البانيه او نص كيلو بانيه كفاية قوي. اعصر عليه ليمونة ومعلقة ملح وحبة مية بس فيه، سيبه بس يا دوبك 5 دقايق مش اكتر من كده. ركزوا بقى دلوقتي على التتبيله لانها حلوه جدا. اول حاجه على نص كيلو بانيه هحط عصير ليمونه، نص معلقه صغيره جنزبيل، وطبعا ده بيدي البانيه طعم حلو جدا. نص معلقه توم باودر، برضه حوالي نص معلقه صغيره او معلقه صغيره بصل باودر، نص معلقه صغيره فلفل اسود، وطبعا الملح هظبط طبعا الملح بتاعي. بعد كده هجيب بقى بصله مبشوره واعصرها على البانيه. طبعا انا مش هاخد بقى البصله نفسها، انا هاخد عصيرها بس، لاني لو حاطه البصله مبشوره نفسها على البانيه هيأثر على قشره البانيه ومش هتبقى متماسكه طبعا. بعد كده طبعا هقلب التتبيله كويس مع البانيه، وممكن طبعا اعمل التتبيله الاول وبعد كده احطها على البانيه، بس انا بسهل على نفسي يعني بعملها في خطوه واحده. بعد كده عندي كوبايه دقيق هحط عليها معلقه نشا واقلبها كويس جدا. وبعد كده عندي بيضة وعليها معلقتين مية او معلقتين لبن اللي عندكم زي ما انتم عايزين. وبعد كده ملح وفلفل، طبعا مش كتير، حاجة قليلة جدا، واقلب كويس. وعندي بقى بقسماط مطحون احط عليه معلقة بصل بودر واقلب طبعا كويس جدا. بعد كده هبدأ احط البانيه في الدقيق، ادوس عليه جامد جدا بحيث اتأكد ان كل قطعة بانيه عليها دقيق. انفض البانيه واحطها في البيض، وطبعا بعد كده احطها في البقسماط المطحون. وبعد كده اقليها اول ما الزيت يبقى درجة حرارته متوسطة عشان ما يتحرقش مني. وطبعا ما شاء الله لما طلعناه البانيه رائع، طعمه في منتهى الجمال، بجد هتدمنوا الطريقة ديت. اعملوا البانيه، اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، انا متأكدة ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي. اشوفكم على خير بإذن الله بأكلة جديدة. مع السلامة.